عن شعب ملا الدنيا نور، حضارة، دين، فن وعلوم، على الأرض بتزرع الخير كل يوم. اقرا واعرف يا إنسان، كان في إيه هنا زمان على أرض مصر. النهارده مشاهدينا هنكلمكم عن حدوته تعتبر من اجمل الحواديت واغربها في التاريخ المصري في العصر المملوكي. عندنا 3 شخصيات مهمين جدا هم ابطال مجموعه حلقاتنا اللي هنعرض فيها الحدوته اللي احنا بنقول لكم عليها. عندنا السلطان الغوري، عندنا سليم الاول اللي كان وقتها هو الغازي التركي اللي بيهدد منطقه الشام ومنطقه مصر، وطبعا قدر ان هو يحتلهم. عندنا طومان باي. الاسامي ال3 دهيت احنا طبعا يمكن درسناها واحنا صغيرين في المدرسه لكن مش فاكرينها، ممكن نكون ما اهتمناش قوي بالقصه، لكن لو تابعتوني في قصتي النهارده هتشوفوا قد ايه من خلال التاريخ ممكن نعرف ان فعلا في احداث مهمه ممكن تكرر نفسها. هنعرف الخيانه، هنعرف الضعف، هنعرف الجاسوسيه، هنعرف اللي بيحب الوطن بيتصرف ازاي واللي مش من الوطن ومش بيحبه ممكن يتصرف ازاي، هنعرف اللي عايز ياخد فلوسه بس بيتصرف ازاي. كل ده هنعرفه من خلال الحدوته اللي هنحكيها من خلال كتاب شهير جدا في التاريخ، يعني حقبه مهمه جدا، حقبه زمنيه مهمه جدا من العصور المصريه، وهي طبعا فتره نهايه المماليك زي ما قلنا ودخول السلطان سليم الاول واحتلاله مصر. الكتاب ده اسمه بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي. ابن إياس الحنفي كان من المؤرخين المشهورين جدا في الفترة اللي هو طبعا كان موجود فيها، وكتب الكتاب ده بالتحديد كان بيؤرخ لمصر في هذه الفترة، كان بيؤرخ ليها بشكل عام، الشكل السياسي والشكل الاقتصادي وأحوال المصريين وأحوال السلطان سليم الأول. وكتب الكتاب ده كان تقريبا بيحكي عن هذه الوقائع في خلال 2 سنين، يعني الكتاب ده بيتكلم عن 2 سنين في حياة مصر زي ما قلنا. الفترة الأخيرة من حكم السلطان الغوري، الولاية الأخيرة اللي هي كانت الولاية السادسة، وحتى وصول سليم الأول لمصر وشنق طومان باي على باب زويلة. واحنا معاكم دلوقتي في منطقة الغوري اللي فيها آثار مهمة جدا من فترة المماليك في مصر، ومنها طبعا آخر سلاطين المماليك هو السلطان الغوري. ده جامع السلطان الغوري، وفي الناحية التانية المقعد، يعني حاجة كده زي الاستراحة أو القصر الصغير، وجنبيه المقبرة اللي هو اتدفن فيها. المنطقة دي فيها العديد من الآثار، وآخر الشارع بنلاقي باب زويلة اللي احنا قلنا عليه إن هو طومان باي اتشنق عليه. سلطان الغوري حكم فترة طويلة جدا، كان فترة دخول العثمانيين مصر أو ظهور سليم الأول كان في الفترة السادسة للسلطان الغوري، لكن للأسف احنا كلنا عرفنا ان فترة حكم المماليك كانت من أسوأ الفترات اللي اتحكمت فيها مصر. المماليك دي طبعا كانت جلبان من دول أخرى، أسرى حرب بيتم تحويلهم لمماليك وعساكر عشان يخدموا السلاطين اللي موجودة أو يخشوا الجيش وما إلى ذلك، يعني هم من جنسيات مختلفة، ممكن يكونوا هم نفسهم مش عارفين هم من أنه بلد، لكن طبعا لما بييجوا يمسكوا الحكم بيبقى عندهم نوع من عدم الولاء للبلد اللي هم ماسكينها، بيكون عندهم نوع من الطمع، الشراهة المالية، الجاسوسية، يبيعوا أي حاجة في أي وقت. فكان طبعا ده كان الحال في مصر.
السلطان الغوري للأسف في آخر فتراته اللي حكم فيها كان في حالة ضعف وانهيار داخل السلطنة المصرية بحكم الظلم والاستبداد والضرائب والغش التجاري. كان في غش تجاري كبير جدا في هذه الفترة، لدرجة ان كان في غش في الذهب. العملات الذهبية كانت بيبقى فيها مغشوش، العملات الفضية فيها مغشوش. التقسيمات والظلم، كان في مناصب عليا جدا في مصر بتتاخد بالرشاوي. حتى منصب القاضي اللي كان بيعتبر ان هو من اهم المناصب في هذه الفترة، كان القاضي اللي يدفع رشوة اكبر هو اللي يتولى المنصب. دي كانت حال مصر في هذه الفترة، عشان نعرف قد ايه ان حالة التفتت الداخلي الاقتصادي والاجتماعي ممكن هو يهيئ اي دولة، ممكن هو يهيئ اي امبراطورية ان يجي لها غازي من بره بمنتهى البساطة، يقدر ان هو يستولى عليها ويقدر ان هو ياخدها ويبقى الحاكم بتاعها. احنا موجودين دلوقتي معكم اعزائي المشاهدين داخل مقعد السلطان الغوري، وهي واحده من الاثار الهامه جدا من المجموعه الهامه اللي تركها لنا السلطان الغوري في المنطقه اللي كانت معروفه طبعا باسم الغوريه. معانا مدير المنطقه الاثريه الاستاذ مجدي سليمان، مدير منطقه الازهر والسلطان الغوري. اهلا بيك يا فندم. ويعني احنا موجودين في مكان اثري جميل جدا ووراه قصه وحدوته غريبه جدا. بداية نحب ان احنا نعرف السادة المشاهدين بالسلطان الغوري، مين هو؟ الحقيقة مجموعة السلطان الغوري من أهم المجموعات اللي بتمثل عناصر العمارة الإسلامية، ففيها الجامع اللي هي المدرسة، ومثال جميل جدا مدرسة السلطان الغوري للمدارس المملوكية الجركسية بما فيها من تكويناتها، سواء كانت المعمارية أو الزخرفية والزخارف والتقنيات الحديثة في ذلك العصر، التي اشتقت من خبرة طيلة السنين اللي هي طبعا بعد عمارة قايتباي والجمال بتاع عمارة قايتباي تجسدت هذه المدرسة في خلاصة. إلى جانب هذا يوجد السبيل، يعني وهي منشأة خيرية، يعني الجامع منشأة دينية، منشأة خيرية زي السبيل والكتاب. والسبيل طبعا معروف ان هو عشان المارة وعشان السقاية، والكتاب كان لتحفيظ ايتام المسلمين اللي هو القرآن الكريم. وإضافة إلى ذلك كان في برضو في نفس المجموعة اللي هو المنزل، وكان في الخنقاء، والخنقاء ده المكان اللي بيدرس فيه العلوم الدينية وبيقام فيه الشعائر الدينية. بالإضافة إلى ذلك توجد القبة اللي كان يدفن فيها السلطان زي ما ذكرنا، ولم يدفن بها ودفن بالإضافة إلى الوكالة وهي منشأة تجارية، والتجارة لها برضو يعني أشبه بالسنتر التجاري، ولكن يزيد أنه يوجد طوابق أو فلال كانت في الدور الأخير لإقامة التجار، لإقامة التجار، لأن التجار كانوا بيجوا طبعا وسفر ورحلة طويلة مثلا من الشام أو من البلاد اللي هي على حدود مصر، وكانوا بيجيبوا محملين بالبضاعات. وكان بالإضافة ليه هذا إقامة، يعني برضو دي نذكرها للفنان المسلم ان هو يعني عمل السنتر التجاري ده او المول التجاري او المركز التجاري، وما نسيش ان هو يعمل برضو اسطبل للخيول او اللي هو جاي الايه وسيله الانتقال في ذلك الوقت، اللي هو بيمثل الجراج اللي هو موجود طبعا في اي مول تجاري بيبقى فيه جراج. هو نفس الفكر ونفس التقنيه اللي هي وصلت اليها. يعني ده ندي برضو حق الفنان المسلم في التخطيط والترتيب والتنوع والزخرفه وكل الفنون الإسلامية. لو أنت عايزة تدرسيها من خلال هذه مجموعة متكاملة طبعا.
طب أستاذ مجدي، يعني خلينا نتكلم مع حضرتك النهارده في جزئية خاصة جدا، وهو الكتاب بتاع ابن إياس بدائع الظهور في وقائع الدهور، اللي كان بيتكلم فيها عن فترة نهاية حكم السلطان الغوري وبداية دخول سليم الأول منطقة الشام، ثم وصوله لمصر وشنق طومان باي، وده كان نهاية الكتاب. خلينا في البداية، احنا يعني يمكن قلنا أكتر من مرة من خلال حلقاتنا إن الكتب التاريخية لما بيكون فيها معاصرة، لما بيكون المؤرخ معاصر للسلطان، يا اما بيكون ميال له، راضي عنه مستفيد منه فبيكتب كلام كويس فيه، اما بيكون في مشاكل بينه وبين الحاكم فبيكتب بشكل عكسي. فاتكلمنا عن الوصف اللي كان كاتبه ابن إياس الحنفي في هذا الكتاب. كان بيتكلم طبعا عن ان نهاية عصر الغوري كان عصر فتن وجواسيس ورشاوي وضرائب، وكان المواطن المصري العادي كان متضرر جدا ومتضايق جدا وفي حالة كرب، وفكرة ان يجي له احتلال من بره كان ما كانش اصعب عليه من فكرة عيشته تحت وطأة الفساد اللي كان في حكم السلطان الغوري في نهايته. فتكلمنا عن هذه المرحلة وتكلمنا عن هذا الكتاب، وهل فعلا كان صحيح هذا الوصف ولا كان في مبالغة من المؤرخ؟ هو حضرتك يعني طبعا في بعض الوقائع الثابت تاريخيا والمعارك الحربية والنشاط اللي هو موجود وناتج ما هو حضرتك لو احنا شفنا الناتج المعماري لهذه الفترة، ده بيدينا قراءة حقيقية للواقع. يعني المنشآت دي ما اشتغلت فيها مهندسين خططوا الكلام ده، فيها عمال اشتغلوا في هذا الكلام، فيها صناع. يعني لو احنا مسكنا هنلاقي فيها نجارين عملوا الابواب، هنلاقي فيها اللي هم بتوع الجصة عملوا الشبابيك الجصية، هنلاقي فيها المهندس اللي خطط المجموعة بشكل عام، التنسيق اللي هنلاقي الزخارف، هنلاقي بتوع الرخام، هنلاقي يعني طوائف كتيرة من الشعب بتشتغل في هذا المقام. طبعا احنا ما نقدرش نقول لان احنا مش ما كناش موجودين، احنا بتوصلنا الحقائق اللي هي موجودة بنطبقها على الواقع، فهي دي بتبقى أصدق تمييزا. السلطان الغوري كان أخباره إيه في العطاء لمصر والبناء لمصر، ولا كان كل همه فقط إن هو يملأ الخزانة اللي أصبحت خاوية؟ ما هو يعني في ظل الظروف اللي احنا ذكرناها هو بدأ يتصرف كرئيس للدولة. يعني مش كمان زي ما كانوا عايزينه ان هو يبقى صورة ويبقى مثلا يحكمه من خلاله، لا ده تصرف ان هو البلد محتاجة ايه او هو يقدر يعمل ايه، فعمل الحاجتين دول. الحاجة الاولانية اللي هي عملية فرض الضرائب وعشان يقدر يبتدي طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي، لو الاقتصاد بتاعنا لما كان ضعيف فلازم نتصرف، لازم نتحمل احنا كشعب، بنتحمل جزء. الحاكم بطريقته ودبلوماسياته وباتصالاته وبمنهجه يقدر يقوم الدولة. طب خليني أسألك حاجة تانية يا فندم، إزاي استقبلوا الشعب وإزاي استقبل الخبر ده؟ ما هو استقبل الخبر دون في بداية الأمر زي ما بقول لحضرتك إن هو توحد خلف القيادة اللي هي الجديدة اللي هو طومان باي، وفضلوا يقاوموا فترة من الزمن، وفي الآخر كانت النهاية برضو عن طريق الخيانة وعن طريق خيانة المماليك في بعضهم في بعض. قدروا يعني يقبضوا على سلطان طومان باي، وزي ما قلت لحضرتك ان هم شنقوه على باب زويلة، ودي كانت نهاية عصر المماليك الجراكسة وبداية عصر جديد اللي هو عصر السلطان سليم الأول اللي هو عصر العثماني. هل فعلا ان المصريين كانوا متعاطفين مع طومان باي اكتر من السلطان الغوري؟ هو في حاجة يعني معلش مهمة جدا لازم نقولها، ان هي ان المصري والمصريين يستطيعوا حتى لو كان محتل ان هم يطوعوا ويتعايشوا ويتقدموا
ويقدروا يعملوا اللي هم عايزينه بتوحدهم مهما كانت القيادة، سواء محتل أو سواء من داخل البلد. فهي العملية عملية استيعاب الناس دي، والروابط اللي بينهم ما بيبقاش في فرق بين مسلم ومسيحي، وكل ده بيتجمع في إطار مصر، في إطار الشعب المصري، في إطار إن هو مصلحة البلد فين، وبيقدر يكيف الأمور. تمام. يعني يكيف الأمور، وده لاحظناه حضرتك على مدار التاريخ، أو سواء في الفترات القديمة أو في الفترات الحديثة. تقدري تحكمي على الشعب المصري من خلال استيعابه وتوحده للأحداث الجسام طبعا. للأحداث المختلفة ونهوضه بقى. يعني حتى لو كان في فترة هي فترة احتلال وفترة ركود أو فترة ضعف، ولكن سرعان ما تتبدل الأحوال بفضل الله وبفضل إن ربنا أيد جند مصر وذكرهم في القرآن. فبفضل كل هذا بتقوم مصر، وهتقوم مصر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.